بمناسبة ان الصيف دخل، تعال اقول لك ازاي تحافظ على تليفونك. وطبعا اهم نصيحة هتكون في الاخر عشان تتفرج على الفيديو لحد الاخر. رقم واحد بقى، التليفون ما تشحنوش الا بشحن اصلي. دي حاجة مهمة جدا يا جماعة. الشحن الاصلي بيدي تردد ثابت ومش بيخلي التليفون يسخن. النصيحة اللي بعدها بقى، ما تشحنش التليفون وهو على السرير او على حاجة قماش، عشان بتكتمه وبيخليه يسخن، ودي بيأثر على البطارية. ندخل بقى على النصيحة اللي بعدها اللي كله عارفها، ان انت ما تستعملش التليفون وهو على الشاحن. يا جماعة دي غلط جدا. اولا بتبوظ الشاحن، بيبوظ من الحتة اللي عند الشحن من تحت، وانت لما بتستعمل التليفون على الشاحن الجهاز بيسخن. اول بقى ما بيسخن بيأثر على صحة البطارية. اي تليفون كده يا جماعة. ضرر التليفون يا جماعة مش ان انت استعملته وهو على الشاحن، الضرر نفسه لما التليفون بيسخن وهو على الشاحن بيبقى اثر على عمر البطاريه. والنصيحه بقى اللي بعدها، ما تلعبش في التليفون وانت في غرفه درجه حرارتها عاليه، برضه هتاثر على البطاريه لما بتسخن. والنصيحه بقى اللي بعدها، اكيد ما تستعملش التليفون خالص تحت اشعه الشمس، اللي طبعا للضروره، عشان التليفون هتلاقيه جاب معاك درجه حراره عاليه جدا. واكيد برضه ما تحطوش في العربيه على التابلو كده، ودي الجهاز بيسخن جدا. واخر بقى حاجه معانا وكانت مفاجاه بالنسبه لي، ان في انواع من الجرابات بتسخن التليفون. في اللي بيقول لك الجرابات السوداء، وفي اللي بيقول لك الجرابات السيليكون. انواع معينه من الجرابات هي بتسخن التليفون، وفي اللي بينصح اساسا وانت بتشحن الموبايل اخلعه من الجراب. هي دي حاجه تخنق شويه، بس انت بتحافظ على جهازك. لو بتحب المحتوى دوت اشترك معايا في القناه. سلام.